هذا الرجل استمعت إلى مقاطع له في اليوتيوب، فرأيته يحكي أقوال أهل السنة وغيرهم فيما يتعلق بتأويل الصفات وغيرها، ولا يرجح قول أهل السنة، وإنما يحكي الأقوال هكذا. ورأيت أيضا لما سئل عن المولد قال إن اليوم الذي ولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه له مزية على غيره، إلى غير ذلك من كلماته. وينبغي أن يعلم أمر إخواني، أن هذا الرجل أو غيره من كان صاحب السنة فإنه سيعرف بدعوته للسنة ويشتهر بها، ومن ليس كذلك فيجب مما لم يعرف حاله يجب أن نكون حذرين منه، لأن العلم دين، كما أخرج مسلم في المقدمة عن محمد بن سيرين أنه قال إن هذا علم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا لابد من الاحتياط، ولا نأخذ العلم من أحد إلا بعد أن نثق فيه. فهذا الرجل سعيد فيه إشكالات. الإشكال الأول قلت لكم بعض كلماته في أنه يحكي قول أهل السنة وغيره فيه، أو يحكي قول أهل السنة وغيره من أقوال أهل البدع، ولا يرجح قول أهل السنة، وهذا في حد ذاته خطأ. الأمر الثاني ما يتعلق بمولد، أنه قال إن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم له مزية، وهذا أيضا خطأ من جهة أن يظن أن هذه المزية تدعو إلى أن نفعل شيئا في هذا اليوم. الخطأ الثالث أنه ليس للرجل كلام في نصرة السنة ورد البدع، مع أنه في أرض اشتهرت بالشركيات والبدع وهي بلاد المغرب، فلو كان معروفا بالسنة لأنكر أمثال هذه الشركيات والبدع والتحزبات إلى آخره. الأمر الرابع أنه ذكر في ترجمته أنه درس على أحد الغماريين وعلى الددو وعلى غيرهم، وهؤلاء معروفون بالبدع والضلالة، والرجل يعرف بأشياخه وبمن أخذ العلم عنهم. الأمر الخامس أنه لما زار السعودية جلس مع كبار الحزبيين ومع غيرهم من دونه من الأحزاب والمناهج البدعية، والرجل يعرف بخدمه. إذا تبين هذا كله فيجب أن يحذر من أمثال هؤلاء. وأنا أضرب مثلا بمحمد ولد الددو الموريتاني الشنقيطي المعروف، هذا عاش في السعودية زمنا، وكان يحكي قول أهل السنة وغيرهم على وجه الخلاف، ولا تظهر منه مخالفات ظاهرة. ثم مع الأيام لما تمكن أظهر بعد ذلك ما عنده من البدع، وبعض الناس لغفلته قد أثنى عليه يوم ذاك وقال لم يعرف عنه شيء من الأخطاء حتى يتخذ منه موقف سلبي. فيقال الواقع أن الأمر على عكس ذلك، أن من لم يعرف عنه شيء لا يندفع وراءه ولا يؤخذ عنه العلم إلا بعد التثبت، كما تقدم بيانه.